الآن شركات الجلابة بواجهاتهم بتاعت الجيش وغيرها ورجال الأعمال وحركات الارتزاق نازلين في البحر الأحمر ده ينحبوا في ثروات الإنسان المسكين الذي يعاني من الجوع والفقر والمرض، والسيطروا على الموانئ والساحل. المينا ده والله القروش ما بتخش المينا، تجي تخش وزارة المالية يتقاسموها هم، بعد ذاك يدوا فتات للعمال. وناس الكرلات هنا 24 ساعة يقتلوا ما لاقين قروشهم. القروش تمشي لوين؟ تمشي لأسرة البرهان، تمشي لأسرة الكرتي، تمشي لأسرة جبريل إبراهيم، تمشي لأسرة مناوي كده. أسر بتاعت إصابات سلبي ونحبي منظمة تنحب في ثروات شرق السودان تحت رايات ضائفة وكاذبة وماجنة. الوطنية وحرب الكرامة وما عارف شنو والسيادة الوطنية كذبة وجور وبهتان. وإنسان الشرق يتفرج يخشوكم انتوا. دي الحاجة ان احنا قد توجه قلبنا. الآن أنا داير منكم طلب واحد، والله وتالله وبالله لو انتوا ناس أحرار قلبكم على الشرق ده، بس اعملوا لي حاجة واحدة. الحاجة الواحدة دي بإنكم انتوا كل الصفحات تقولوا نحن دايرين حكم فيدرالي عشان توقفوا الحرامية ديل واللصوص، تطالبوا بالحكم الفيدرالي. شيبة يقول حكم فيدرالي، موسى محمد أحمد يقول حكم فيدرالي، منو يقول حكم فيدرالي، وبشار يقول حكم فيدرالي، الشباب يقول حكم فيدرالي، بس قولوا كلمة الحكم الفيدرالي. يومين ثلاثة عملوا الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي الحكم الفيدرالي مطلب شعبي شرقاوي. بعد يومين ثلاثة لو ما استجابوا لكم عملوا وقفات احتجاجية، جدول تصعيدي ثوري سلمي تطالبوا بحقوقكم المشروعة. قفلوا المينا، قفلوا المعادن، قفلوا الحاجات دي كلها اقسم بالله العظيم، وعملوا الشوارع دي احتجاجات. والله الجلابه دي لو ما جروا خلوا الولايه دي انا معكم محمود وشيك. فعشان كده انا زي ما قلت